السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم حنحكيو على هذا اللي هنا Kinderuntersuchungsheft. هذا خاص بالنسبه للناس اللي عندهم الاولاد هنا في الالمان، اللي عايشين هنا في الالمان يعرفوا هذا الشيء واش معناته. هذا حنحكيو اليوم علاش هذا مهم وعلاش ديما تمشيه معاك، وش حيصرالك كي تستهزأ به او كاين عفايس ما ديرهمش، يعني فحوصات ما ديرهمش. كما الناس كل تعرف اللي هنا في الالمان اللي عنده الاولاد صغار يجيوك من فتره لفتره مجموعه من الفحوصات، ماشي تروح وحدك عند الطبيب، تجيك ورقه كيما هذه، عندها هاي ورقه كيما هذه فيها واش من فحص لازم ديرو، وهما الفحوصات راهم مكتوبين كاملين هنا لي دات، بصح ما تروحش وحدك للطبيب، تستنى حتى تجيك ورقه كيما هذه يجيو فيها 3 ورقات. الورقه الاولى يجيو فيها المعلومات وش هو الفحص، اسم تاع الطفل تاعك واش لازم تدي معاك وكيفاه دير. في الورقه الثانيه ما نقدرش نعطي لكم باسكو فيها معلومات خاوتي خاصه. الورقه الثانيه اللي تجي فيها خاصه بالطبيب، هذه يعمرها الطبيب، تخليه يحكمها عنده يعمرها الطبيب، وهو اللي يعاود يبعثها يردها للمصلحه المعينه اللي هي لاندس امت فور سوسيال يوجند اند فيرزورجن راينلاند فالز مثلا، انا هنا راني في راينلاند فالز. والورقه الثالثه يجي فيها معلومات واش معناتها هذه كل بجميع اللغات، هذه فيها بزاف لغات، ما هي جميع اللغات واغلبيه اللغات، وفيها حتى اللغه العربيه، هنا اللي ما فهمش فيها اللغه العربيه. علاش حنحكي هكا على هذه الفحوصات؟ لانهم مهمين جدا. حنحكي لكم على بعض الحالات، نشاطر معاكم، بارطاجي معاكم مجموعه من الخبرات علاش هذا مهم وكما ديروش واش يصرالك. يعني هذه الفحوصات وهذه الامور كنت تستهزأ عليهم ممكن حتى تخسر اولادك، يديهم لك اولادك. حنعطيكم حالات مثلا ممكن يصراو لكم ورا كيفاش ديروا، ونعطيكم الحلول تاعها باش الناس اللي ما عندهاش خبره او اللي ما تعرفش ان شاء الله تستفاد. كل فتره معينه تاع الطفل يبعثوا له مثلا، هنا انا كما عندي هنا طفله في عمرها 4 سنين اخت معناتها رقم 8 Untersuchung رقم 8، وهي تروح ايطاب بار ايطاب، كل فتره معينه مرحله من المراحل تاع الطفل تاعك يبعثوا لك تروح دير له فحص. واش كان فيه من الفحوصات هذو؟ مثلا من يكون صغير يفحصوه اسكو صحته يشوف مليح، يسمع مليح، رجليه ملاح ما فيهمش عيب، يديه ماهوش طفل معوق، ما فيهش كيما نقولوا قلبه مليح، ما فيهش امور يعني خلقيه من عند رب العالمين، اعاقات خلقيه كيما نقولوا. فتره معينه ثاني يولي ديما يكونتروليوه السمع تاعو الشوف تاعو، وكل ما يكبر الطفل كل ما يزيدوا الحركات تاعو. الطفل تاعك ياكل مليح ماهوش ياكل مليح، قيسوا له الميزان الطول. كيما انا اليوم مثلا الطفله كبرت يشوفوها اسكو الطفله قاعده تعرف اللغه ولا ما تعرفش، تعرف كلمات ولا ما تعرفش. كلمات داروها من قبل، هذه تاع اللغه داروها لي من قبل، ولكن يبقاو ديما يسقسيوك. واني جايكم علاش هذه الامور كان يقول لك هذو بديهيه، راني جايكم واحده واحده. مثلا يعطيوها ترسم، يرسموا لها اشكال، يقولوا لها عاودي ارسمي كيما هما. كتيبه تكتب كيما هي، كيما هما. حركات مثلا من دير حركات، مجموعه من الفحوصات. صار لك انت مشكل. دوكا نحكيو على المشاكل، دوكا عرفتوا واش كاين فيه، يعني مختصره، مانيش حاب يجي الفيديو طويل. واش راه يصرى عند الطبيب؟ انتم يصرى لكم مشاكل ثانيه عند الطبيب، مثلا تروحوا انت ولدك ما ياكلش مليح، ما يشربش مليح، النمو تاعو ماهوش نورمال، عنده مثلا روطار شويه، انت ماكش لاتي به في الدار، ماكش تقري فيه، ماكش تعلم فيه. هذو امور كل يسالهم لك مثلا الطبيب لهيه، وانت الام او الاب اللي يروح يكون نيه ان يجاوب يعني تلقائي، يعني سون فير اتونسيون كيما نقول بعفويه يجاوب. حذاري من هذه الامور، ماشي معناتها تروح تكذب انه ولدك خاطرك راه ولدك، ماشي معناتها انت راح تستهزأ به ولا راك تهمل. كاين ناس اللي مهملين مثلا او يجري ورا الدنيا او خدام ولا يكون موش قاعد، ولا موش لازم انه يديرها بالعاني، يديرش يستهزأ شويه على ولده ولا بنته. وانت كي تروح الطبيب تقول له صح او ما يديرش هكا او ما يديرش هكا، راهم كل شيء يتسجل، راهو كل شيء راهو يعاودوا كيما نقولوا فايتالايتن كيما نقولوا احنا، كل شيء راهو يروح لكم اليوجند امت. ماشي معناتها راني نحذر فيكم هكا باش تروحوا تكذبوا على الطبيب، لا انت من واجبك مع انه ولدك تبغيه وعزيز عليك انك تتهلا فيه. ولكن كاين الناس تصرى لهم هذه الامور يحكي بعفويه، يخاف على ولده، يشوف الطبيب ينصحه. هنا راهم كيما نقولوا احنا مبقاتش النيه خاوتي، هذه
لانه دوكا كلشي لي ريزو سوسيو كلشي ما نقدرش دوكا نحكي لكم كلشي بالتفصيل، نورمالمون راكم فهمتوني. يعني ولدك حاول كيفاه انت في الدار كيفاه تنمي له عقله، كيفاه تقريه، كيفاه تعلمه، تختص وقت لولدك. ما تعرفش سقسي الناس اللي تعرف ولدي مريض عنده كذا عنده كذا. انت كل مره ملي تروح للطبيب تشكي مثلا ما يديرش هذا ما يديرش، راه كلشي يتنوطا كلشي يتماركا خاوتي. راه يجي نهار ولدك ما تلقاش عندك. هذه باش نكون صريح معكم. هذه حاجه نقطه. ثاني نقطه دوك نحكيو على الفحوصات هذو ثاني اللي هنا اللي قلت لكم الورقه هذه كل مره يبعثوها لكم. كان اللي يستهزأ، كان اللي ما يزربش يحكم موعد. يعني يوم يعطيوكم فتره طويله، فتره 3 أشهر يعني تكفيك باش تتصل انت بالطبيب وتحكم موعد ما يعطيولكش مثلا هذه فيه فتره تاع 3 شهور منا مثلا ولدك يقفل عام او عامين او 3 سنين. ليسونسيال الرونديفو تاعك يعطيوك بين وبين. ما تخليش انت اخر لحظه وتروح تحكم رونديفو، او في الاول بعد تحكم رونديفو. خلي على الاقل بعد 15 يوم شهر وعيط يعطيك رونديفو تاعك. كاين اللي كما قلت لكم ينسى، كاين اللي يستهزأ. يبعثوا لكم يزيدوا يبعثوا لكم كيف قلت لك الديلي، يعاودوا يبعثوا لكم ورقه فيها تذكير معناتها مانونغ. راك تقرا هنا بالعربيه مثلا، انا هذه الورقه الثانيه مثلا تذكير، تلقاها هاي مثلا رساله تذكير باجراء فحص تشخيصي. نقراها لكم بالعربيه، هاي فيها كما قلت لكم فيها حتى العربيه. الى الوالدين العزيزين، كما قلت لكم رطابه وحلاوه اللسان راهي عندهم، بصح راك ما تفيقش كيفاه يجيو يديو لك اولادك. على بها انت تعرف مصلحه اولادك وتخاف عليهم خير منهم. بصح هما لا كي يشوفوك مستهزي هكا مهما يكون عذرك ما تقول لهم راني مريض، راتيت رونديفو، ما تقول لهم اني كنت مسافر، ما تقول لهم كذا. ديما كاينين حلول. دوك نعطيكم مجموعه من الحلول اللي يكونوا مسافرين مثلا في اورلاوب ولا الناس اللي هبطت للجزائر. دوك نعطيكم الحلول. يقول لك كتبنا لكم منذ فتره لجذب انتباهكم الموعد المحدد للفحص وطبقا لسجلاتنا لم تستفيدا بعد من هذا الفحص لطفلكم، لذا نرغب بالتذكير كما بهذا العرض مرة أخرى. وكتيبة طويلة مش حنكمل نقراها لكم. يقول لك يذكروكم، يبعثك مرة، يبعثك الثانية، المرة الثالثة دير حسابك يطبطب عليك اليوغنس أمت. ولا جاوك مرة للدار حيبقاو يجيوك ديما، لأنه يعرفوك أنت بالإنسان مستهزي. مادام راهم يعطيوك في الكينداغالت راهم يعطيوك الفحوصات هذو أم بالصوارد، الدولة راهي تسلكهم عليك. يقول لك انت راك غير تهلا فيه، انت غير انت قاعد حاكم في الدار، حنا اللي نصرفوا عليه حنا نديروا كلش. اسم هذا ولدنا ما راهش ولدك، فهمت؟ باش تيفيتيو عليكم هذه الامور كامل وتكسر الراس. حاول ديما تحكم موعد قبل. دي فوا مثلا كيما دروك هكا راس العام، انا كيما هذه الموعد فاتني، ماشي المشكل فيا انا، فاتني بعثوا لي هذه التذكير لانه الفحص انا درته كنت صباح 8 تاع الصباح. المشكل ماشي في انا، المشكل في الطبيب. انا عيطت له قبل بشهرين وشوفوا الموعد عطاه لي روطار، يعني بعد شهرين وتقريبا 19 يوم. اليوم 19 في الشهر، شهرين و19 يوم. يعني المشكل ديما ماشي فيه. درك جايين كيما نقولوا راس العام وجاي الفايناختن وكذا تلقاو كلشي مسكر. يعني حاولوا ديما تحكموا موعد قبل. ولا بعثوا لكم 2 مرات او 3، او كنتوا مثلا في اورلاوب، كنتوا مثلا رحتوا الجزائر، كان الناس بزاف اللي طابت تقعد شهر شهرين كذا، تتواصلوا معاهم تلقاو جميع المعلومات. لتحت هنا تلقاو النيميرو تاع التليفون، تلقاو كلشي تحت. يا يعيط لهم مثلا الوالد او الوالده اللي بقى هنا في الجزائر، اللي بقى هنا في الالمان، يقول لهم باللي فوالا بصح كومان ما يستعرفوش بك. ولكن انت حاول تكون ذكي. اذا تقول لهم كيفاش اعطيوني مثلا حل، انا حنعطيك محل درك، ولكن بالنسبه للناس اللي حاب يزيد يستفسر اكثر، تقول لهم فوالا باللي راهم في اورلاو، ما تقولش باللي راحوا شهر وشهرين جامي، فهمتوا؟ لانه حيصرى لكم ثاني مشاكل. قال فوالا فاتنا الموعد وراهم في راهنا اورلاو بالمره مثلا مع الاولاد اورلاو، وكيفاش نديروا؟ سهله مهله، نعطيكم الحل. تروح للطبيب مثلا، الطبيب ثم راك في الجزائر، تروح الطبيب تاع الولاد الصغار في الجزائر، تقول له فوالا، تضرب انت في جوجل مثلا واش من فحص حدير، مثلا 1 و2 و3 و4، تضرب في جوجل يعطيك بالديتاي مثلا واش لازم تدير في هذاك الفحص، واش لازم الطبيب يدير لولدك، واش لازم يفحصوا. لانه كل فحص وزي، ماشي كل فحص ماشي كامل كيف كل فحص واش لازم يكونترولي فيه الطبيب. ليسونسيال تامبري مثلا تشوف تكتب نوتي مثلا طول ميزان كذا 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 كذا، تروح تديها للطبيب الجزائري، قال فوالا راني حندير الفحص، وتقول له يديرها لك بالانجليزيه اذا امكن، ويديرها لك بالميكرو ماشي باليد. يفحصوا الطبيب هذاك ويعطيوك الايميل تاعهم، تبعث لهم كي تكمل تبعث لهم الفحص هذاك بالانجليزيه، والسلام عليكم حد ما قال حد وراك فريتها. حبيت نشارك مهم بزاف معلومات، راني شويه مخلط عليا ومزروب مانيش قاعد.
وهكاك كومام جا الفيديو طويل شويه في واحد 10 دقائق. اي استفسار اي حاجه خليوها لي في الكومونتير ونعاود ندير لكم عليها فيديو ونفهمكم بالديتاي.